السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين، حياكم الله. ما راح أقول لكم اشتركوا بالقناة ولا راح أقول لكم فعلوا الجرس ورا المقطع الفيديو، راح أحكي لكم بخصوص الموضوع. على كل حال، البارحة نشرت مقطع فيديو بخصوص التقديم على وزارة الداخلية بصفة رجل أمن، يعني عقد شرطة محلية، مرور، دفاع مدني. هواي اجتني أسئلة بالخاص، لكن اليوم صار تغيير. التغيير كالتالي، راح أقرأ لكم الخبر. هذا الخبر قدامي: سيتم تأجيل فتح إعلان التقديم بصفة رجل أمن، يعني عقد، على وزارة الداخلية إلى إشعار آخر، لغرض إتاحة فرصة أكبر للمتقدمين لتهيئة المستمسكات المطلوبة للتقديم، وسيتم التنويه عن تاريخ فتح الإعلان في وقتها. هاي إن شاء الله من دوري أنا، من ينطون إشعار بخصوص الموضوع راح أنشره لكم. البعض يسأل شنو سبب هذا التنويه؟ أنا أقول لك شنو السبب. البارحة بالليل صار ضغط هائل على الحكومة العراقية من قبل جيل التسعينات. مثل ما تعرفون جيل التسعينات فئة مظلومة جدا من 2003 ولحد الآن، وهم مهمشين مظلومين، لا تعيينات إلا القلة القليلة، يلا حصلوا بالواسطات أخويهم دفعوا فلوس، يلا حصلوا تعيينات. على كل حال، صار ضغط من قبل جيل التسعينات على الحكومة، فالحكومة غيرت، اتاحت الفرصة متقدمين أكثر. يعني إن شاء الله راح تكون فرصة أكبر المواليد 1990 فما فوق، وإن شاء الله الكل مشمول بالتقديم. هذا بخصوص تنويه اليوم. أما بخصوص وقت التقديم، هذا يمي إن شاء الله من ينطون إشعار أنا راح أسوي لكم مقطع فيديو وأنشره. أنت ما عليك، فقط اشترك بالقناة وفعل الجرس، لأن ساعة الساعة أنشر مقطع فيديو بتعيين أو بفائدة للمجتمع. البعض يتساءل يقول أنت تنشر أخبار. لا، أنا ما يهمني الخبر جوز تلقاه بكل مكان موجود، لكن أنا أنشر توضيح، يعني أنشر لكم توضيح بخصوص الخبر. يعني مثل مقطع الفيديو مال البارحة، خبر بخصوص فتح باب تقديم أو باب التطوع، فأنا نشرت توضيح بخصوص هالموضوع. على كل حال، أنتم فقط اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا. أخوكم علي السلطاني، انتظرونا إن شاء الله مقطع آخر نزف إليكم البشرة مال التقديم على وزارة الداخلية. إلى اللقاء.